ملخص ماتش الاهلي وفلومينس امبارح في كاس العالم للانديه. لو انت اتفرجت على الماتش بغض النظر على اللي حصل ان الاهلي خسر 2-0، فلازم تعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه لازم تسقف لكولر على اللي عمله امبارح. حقيقي سقف له، لا انا بتكلم بجد، قوم سقف له. كولر امبارح عمل ماتش مفيش اجمل ولا احسن من كده، وصل لعيبه الاهلي لدرجه في الملعب مش طبيعيه. انت بتلاقي فريق برازيلي، بغض النظر في لعيبه كبيره وكبيره جدا كسن، مش كقامة. احنا ما نعرفش اي حد فيهم غير مارسيلو وفلامينو وهم مخلصين، بغض النظر يعني ان مارسيلو هو اللي خلص الماتش. ولكن انك يخلي فريق الاهلي تحس ان هو ايه ده وانا هجيب جول امتى. خلق 14 فرصة امبارح في الماتش للعيبة، واللعيبة ما قدرش تترجم الفرص دي لجوان. ما نيجي نتكلم ايه دور المدرب في الماتش، ان هو يخلق المساحات والفرص اللعيبه ان هي تقدر تجيب جوان. وهو عمل ده امبارح وخلق دوت. يعني امبارح الشوط الاول كان فيه فرصتين محققين ان هم لازم يجيبوا، ده مش اللي بيجيبوا، ده المواقع اللي بتقول. والشوط التاني كان فيه فرصه، يعني نفس دول جوان، يعني دول جوان هم كاتبينها، دول جوان مفيش فيهم مجال للنقاش ان هم لازم يخشوا جول. فانت لما تيجي تتكلم هو خلق الفرص، فهو بقى مش دوره ان هو ينزل يجيب الجون بنفسه. هو خلق لك الفرص، ده معناه ان هو عمل الشغل بتاعه، وصلك للطريقة والخطة المطلوبة ان انت توصل للجون. يعني عمل اللي عليه وخلق لك الفرص، الباقي بقى ده على اللعيب. ده من ناحية كولر. فلا كولر امبارح يعني تقريبا نجم الماتش للفرقتين.